الحكاية بتبدأ مع شونج هو والخدم بتوعه. شونج يبقى ابن العمدة لكنه محترف بالفنون القتالية وفنان ماهر. أول ما شونج خلص رسم والده حياه في سعادة وقال له يخرج يتفسح بشوارع المدينة لأنه قضى أيام طويلة في البيت والنهاردة عيد ميلاده. بعد كده أعطاه مبلغ مالي كبير جدا عشان يشتري أي حاجة هو عايزها. بالفعل شونج سمع كلام والده وخرج للشوارع، وهنا بنكتشف إن كل أهل القرية بيحبوه وعايزين يبقوا أصدقائه لأنه أغنى واحد في المدينة، ومع ذلك ما كانش بخيل وساعد متسول غلبان وأعطاه فلوس ملهاش حصر. لكن فجأة السيدة سو ظهرت. سو تبقى صاحبة أكبر مطعم في المدينة، ولما شافت شونج رحبت بيه ودعته لمطعمها. وأول ما بدأ يتمشى في المطعم بالصدفة لاحظ بنت جميلة، فسو قالت إنها يوشا أجمل بنت شغالة عندها. وفي نفس الوقت أخو الملك والوزير شو كانوا بياكلوا في المطعم، لكنهم لما شافوا يوشا أعجبوا بيها، فالوزير نادى عليها وقال إن ابن الملك عايز يتكلم معاها. طبعا شونج اتعصب بشدة وقال للوزير وأخو الملك محدش يقرب من يوشا، فأخو الملك أخرج جوهرة غالية جدا وطلب يتجوزها. وهنا شونج فقد أعصابه ودمر الجوهرة تماما. بعد كده بدأ في قتاله بشراسة ملهاش مثيل. في البداية أخو الملك أظهر إنه ماهر بفن الأفعى القتالي وحاول يخلص على شونج، لكن شونج استجمع قوته واستخدم مهاراته الخرافية بالكونج فو وقدر إنه يمسح بخصمه الأرض قدام الجميع. فالوزير شو استعد للمعركة وأظهر قوته الحقيقية لحد ما قبعة شونج طارت في الهواء. بس من حسن الحظ العمدة والد شونج دخل المطعم هو وجنوده ووقفوا القتال. في البداية العمدة كان متعصب بشدة، لكنه أول ما شاف الختم الذهبي عرف إنه بيتكلم مع أخو الملك والوزير، فترعب بشدة واعتذر على أفعال ابنه شونج. في النهاية الوزير شو وأخو الملك قرروا يمشوا، لكنهم قالوا إنهم هيرجعوا من جديد عشان يعلموا شونج الأدب. في الوقت ده يوشا قابلت والدها المعلم موك. موك يبقى قائد الثوار، وهو وبنته عايزين يعملوا فخ للوزير ويخلصوا عليه لأنه ممكن يخون الملك. لما يوشا كانت بتتكلم مع والدها فجأة شونج ظهر، فالمعلم موك وأتباعه اضطروا يستخبوا. في البداية شونج عرض على يوشا 100 جوهرة نادرة مقابل إنها تقبل تتجوزه، لكنها رفضت وقالت إنه لازم يثبت إنه أقوى مقاتل كونج فو في المدينة كلها. فشونج وعدها إنه هينفذ طلبها وانطلق بطريقه. أما الوزير شو كان مروح لبيته مع أتباعه، والثوار عملوا له كمين وحاولوا إنهم يخلصوا عليه، لكن شو تفادى رماحهم بسرعة البرق وقدر إنه يخلص عليهم في ثواني معدودة لأنه يعرف تقنية قتال سرية ملهاش مثيل. تاني يوم أخت يوشا قالت لها إن شونج مجنون لأنه فضل مستني قدام بيتها طول الليل والنهار بدون ما ينام. وأول ما شونج روح بيته قال لوالده إنه عايز يتجوز يوشا. طبعا والد شونج اتعصب لأنها فقيرة، لكن لما شونج أصر على رأيه والده وافق في النهاية وقرر إنه يجهز البيت بالكامل عشان يستعد لحفل الزفاف. لما شونج كان بيتكلم مع والده فجأة المعلم شان ظهر. شان يبقى حكم في أكبر بطولة فنون قتالية بالصين، ووالد شونج عرض عليه 1,000,000 قطعة ذهبية عشان يخلي ابنه يفوز بالبطولة. بالفعل شونج نجح بمرحلة الأسئلة مع إنه كان نايم، لأن مساعده بدل ورقة الامتحان بورقة محلولة بالكامل. وتاني يوم كل الناس اجتمعوا عشان يتفرجوا على مرحلة اللياقة البدنية. في بداية المرحلة دي المتسابقين اضطروا يرفعوا وزن تقيل جدا ممكن يوصل ل 2 طن. طبعا الجميع فشلوا والأوزان وقعت عليهم، بس أول ما شونج حاول بنفسه فشل هو كمان وما قدرش يحرك الوزن من مكانه. بعد كده اختبار الحركات البهلوانية بدأ، وهنا شونج جرب أقصى سرعته واتشقلب في الهواء ببراعة، فالحكام أعطوه العلامة الكاملة. لكنه اتفاجئ إن في شاب تاني نجح هو كمان. الشاب ده كان بارع جدا، ومع إن شونج دمر كل المقاتلين اللي وقفوا بطريقه إلا إن الشاب المنافس كسب ووصل للنهائي. طبعا العمدة والد شونج كان حاسس بسعادة كبيرة، لكنه أول ما عرف إن أخو الملك هو الحكم اتخض لأنه اتخانق مع ابنه قبل كده. بالفعل المباراة النهائية بدأت ما بين شونج والشاب المنافس، وأول جزء كان في الرماية بالسهام. ومع إن شونج أصاب الهدف ببراعة إلا إن المعلم شان الندل خسره في التحدي عشان يرضي أخو الملك والوزير شو. بس شونج ما استسلمش واستعد لجولة المبارزة على الأحصنة. لكن قبل ما التحدي يبدأ الوزير أعطى الشاب المنافس أسهم مسمومة وطلب منه يخلص على شونج. في بداية القتال شونج كان متعادل مع خصمه، وأول ما حاول ياخد أسلحة اتفاجئ إنها اتبدلت بعصيان خشبية وما كانش قادر يدافع عن نفسه، ومع ذلك عرف يتفادى كل الهجمات واستخدم النونشاكو عشان يرجع للمعركة من جديد.
جديد. اول ما شونج بدأ يسيطر وكان هيكسب البطولة، الشاب المنافس قرر يغفله بالسهام المسمومة، لكن شونج تفادى وعكسها عليه. اما المعلم شان رفض يكسب شونج وقال ان الشاب المنافس هو البطل عشان الوزير واخو الملك يبقوا سعداء، لكن فجأة الشاب المنافس مات بسبب السهام المسمومة، وبكده شونج بقى هو البطل غصبا عن الجميع، وانطلق بطريقه عشان يقابل الملك وش لوش. قبل ما الملك يكرم شونج ويعطيه جايزته، فجأة الوزير شو ظهر وقال ان شونج غش في الجزء الاول من الامتحان وبدل ورقته بورقة تانية. ولما الملك امر شونج يكتب اسمه، شونج ما قدرش لانه فاشل في القراية والكتابة. طبعا الملك اتعصب بشدة لانه غشاش، وامر مساعده يطلب من الجنود ياخدوا كل ممتلكات العمدة وابنه شونج عقابا ليهم. للاسف الاوامر اتنفذت والعمدة ما كانش عارف يتصرف ازاي. اما شونج قعد يغني في حزن لانه كان السبب في المشاكل دي كلها. بعد ما العمدة وشونج اصبحوا فقراء تماما، خرجوا في الشارع وهم بيضحكوا مع بعض لانهم باعوا على الحديدة، وبكده العمدة وابنه شونج بقوا متسولين بعد ما كانوا اغنى اغنياء المدينة وما كانوش قادرين ياكلوا. فشونج قرر انه يطلب فلوس من راجل معدي في الطريق، لكن الراجل رفض طلبه لان هدومه غالية ونادى الحراس عشان يقبضوا عليه. طبعا العمدة وشونج جريوا ونجوا على اخر لحظة. بعد كده قرروا يعملوا عرض ترفيهي وسط الشوارع من اجل جمع الفلوس، وهنا الوزير شو ظهر وقال ان الملك حكم عليهم يبقوا متسولين للابد، معنى كده انهم ممنوعين من الشغل ولازم يطلبوا فلوسهم من الناس. ولما الحراس هاجموا العمدة، شونج اتعصب وحاول يدافع عن والده، لكن الوزير شو مسكه طحنه وكسر ايديه ورجليه عشان يبقى عاجز وما يقدرش يتحرك تاني. للاسف شونج اتدمر تماما بعد قتاله مع الوزير، ووالده اضطر يشيله لحد ما وصل بيه لمقر المتسولين وقعد عشان يحكي لهم حكايته. اما شونج اتذكر وعده ليوشا بانه يتجوزها، وافتكر لما الوزير هزمه بالقتال فحس بالفزع وما كانش قادر ينام، لكن والده هداه وقال انه هيخرج يتسول عشان يجيب لهم اكل. بالفعل العمدة بدأ يلف الشوارع ويطلب من الناس اي فلوس، لكن مفيش حد رضي يساعده. وفي يوم من الايام شونج حس ان والده بيترعش بشدة، واول ما اطمن عليه اكتشف ان جاله برد وبقى مريض، فقرر يخرج للتسول بنفسه عشان يشتري له علاج. بالفعل شونج انطلق بطريقه، ولما كان بيحاول ياخد فلوس من الناس اتفاجئ ان اخت يوشا شافته بالصدفة، ولاحظ ان يوشا حضرت بنفسها عشان تقابله، فغطى وشه بالفحم وغير صوته عشان يوشا ما تعرفش انه بقى متسول فقير. بعد ما شونج مشي فضل يعيط لانه مش هيقدر يتجوز يوشا، وبالصدفة لاحظ ان الحراس عايزين يقبضوا على والده وترجاهم انهم يسيبوه، فقائد الحراس طلب منه ياكل طعام الكلب. طبعا شونج حس بالذل لكنه وافق عشان ينقذ والده من الاسر، وطعام الكلب عجبه لانه ما اكلش من ايام طويلة. حتى والده هو كمان حضر عشان ياكل معاه. اما الحراس فضلوا يضحكوا عليه وسابوهم في حالهم، وهنا يوشا واختها ووالدها المعلم موك حضروا عشان يساعدوا شونج والعمدة، لكن شونج جري بعيد لانه مكسوف يقابل يوشا بعد ما بقى متسول فقير. بالليل المعلم موك جمع بنته والعمدة وباقي المتسولين وقال انه لازم يهجم على الوزير شو باي شكل لانه هيغفل الملك وهيخلص عليه. اما شونج كان مكتئب ورافض يتكلم مع اي حد، ولما والده لاحظه حاول يحفزه وقال انه لسه قوي وممكن يرجع من جديد للانتقام، بس شونج رفض يسمع كلامه. وهنا العمدة قفل على ابنه الباب وحبسه مع مجموعة كلاب شرسة عشان يعلمه الادب ويخليه يسترجل، بس شونج فشل انه يهرب ووالده ما قدرش ينقذه واتمسك الطحن في النهاية. لما شونج كان بيستريح بعد ما داوى جروحه، بالصدفة في متسول عجوز شافه، وده هو نفس المتسول اللي شونج ساعده لما كان غني، فقال انه لازم يسترجع قوته عشان يبقى هو ملك المتسولين. طبعا شونج استهزأ بيه وما كانش يعرف ان معلم كونج فو اسطوري، عشان كده راح ينام وحلم بحلم غريب جدا. ده غير انه بعد ما صحي حس بقوة رهيبة واتفاجئ ان كل جروحه خفت. في الوقت ده يوشا ووالدها المعلم موك كانوا بيراقبوا الوزير شو، وسمعوا انه عايز يعمل كمين للملك عشان يخلص عليه، واول ما حاولوا يهربوا عشان يكشفوا سره، شو اخد باله منهم وهاجمهم بشراسة. للاسف الوزير شو قوته كانت خرافية لانه قبض على يوشا في ثواني وحدف احجار ضخمة على المعلم موك لحد ما اصابه بشدة واجبره ينسحب. المعلم موك رجع للمتسولين من جديد وحكى لهم على اللي حصل، بس اول ما شونج سمع ان يوشا اتاخدت رهينة قام بسرعة وقال ان هو اللي هينقذها، لكنه وقع من على السلالم زي الجردل. وهنا في شاب مغرور استهزأ بيه وقال انه ضعيف وما بيقدرش يقاتل، فشونج اتحداه في معركة وش لوش. في البداية شونج فاجئ الجميع لانه اتعلم
باسلوب قتال سري من المتسول العجوز. الاسلوب ده اسمه المعلم النائم، وشونج بقى يقدر يتفادى ضربات اي حد بسهوله وهو في سابع نومه. طبعا الشاب المغرور اتصدم من اللي بيحصل ونادى على اتباعه بس بدون فايده، لان شونج نزل فيهم طحن وروق عليهم واحد ورا واحد بحركاته البهلوانيه الاسطوريه لحد ما مسح بيهم الارض قدام كل المتسولين. اما المعلم موك قال لشونج انه جاهز لقتال الوزير شو عشان ينقذ بنته يوشا من الخطف، ده غير انه اعطاه كتاب قبضة التنين. وبكده شونج بقى ملك المتسولين والجميع احتفلوا بيه. بس للاسف المعلم موك اصابته كانت شديدة وتوفى ما بين ايدي العمدة في صمت. تاني يوم الصبح شونج عمل جيش من المتسولين وانطلق على سور الصين العظيم عشان يلحق الملك قبل ما الوزير شو يقتله، ده غير انه قرأ كتاب قبضة التنين واستعد للمعركة. اما شو اخد يوشا معاه وقال انه هيقدمها للملك كهدية، لكن اول ما يوشا وصلت وجهتها بنعرف ان شو سممها وسيطر عليها عشان يخليها تقتل الملك. وهنا كل الجنود اتفاجئوا لما لاحظوا ان جيش المتسولين جاي من بعيد واستعدوا للقتال. في البداية شونج قال ان الوزير شو خاين ولازم يقف عند حده، بس اخو الملك ما صدقهوش وامر بالهجوم، فشونج قفز فوق راس الجميع بسرعة البرق واخد حصان وهرب. اما شو الندل استغل الفرصة واطلق كمية كبيرة من السموم عشان يقتل كل الجنود. بعد كده اتباعوا الخونة نزلوا ارض المعركة. لما اخو الملك شاف اللي بيحصل عرف ان شونج بيقول الحقيقة وقرر يساعده، بس للاسف شو كان مسيطر على يوشا واجبرها تهاجم الملك وتحاول تقتله، لكن شونج حضر وانقذها على اخر لحظة. طبعا الوزير اتعصب بشدة وقال لشونج انه افسد خططه ولازم يخلص عليه. في بداية القتال شو اتفاجئ لان شونج اتعلم فن المعلم النائم وتفادى كل هجماته بسهولة، فاستخدم فن الرجل الحديدي وما كانش بيتأثر بالضربات، ده غير ان الجنود قذفوه بالبنادق البارودية لكنه وقف من جديد ولا كأن اي حاجة حصلت. اول ما شونج حس انه هيخسر المعركة استخدم فن قبضة التنين اللي اخد كتابه من المعلم موك ووجه لشو ضربة قاضية مسحته من على وجه الارض وفاز بالقتال اخيرا. حتى يوشا اطمنت عليه ووافقت انه يتجوزها. اما الملك حيا شونج على شجاعته وعرض عليه اموال ملهاش حصر، لكن شونج رفض وقال انه عايز يفضل متسول طول حياته. وده كان ملخص فيلم كينج اوف بيجرز. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.